تخيل انك تكون موجود على سفينة فيها اكتر من 200 الف شخص، وتكتشف ان واحدة من اخطر العصابات بتدور عليك انت شخصيا. اهو ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي مع هيسوكا في انمي هانتر اكس هانتر. لان بعد ما هيسوكا دخل الفايت بتاعه مع كرورو اللي هو قائد منظمة العناكب، ومات في الفايت ده وقدر ان هو يرجع تاني من الموت، ابتدى ان هو يركز كل قوته ان هو يقتل عصابة العناكب كلها. ابتدى فعليا ان هو يقتل 2 من الشخصيات دي اللي هي شيلناركو وكروتوب. وطبعا بعد ما الاتنين اتقتلوا، قائد عصابة العناكب عرف ان هي عبارة عن حرب، وان هيسوكا هيبدأ ان هو يدور عليهم علشان يقتلهم كلهم. فهو ابتدى قال لك لا، احنا مش هنستنى ان هو يجي يقتلنا، فاحنا اللي هنسبق وهنروح نبدأ ندور عليه. علشان كده هم ابتدوا يروحوا على السفينة بتاعة الحوت علشان يدوروا على هيسوكا، ويبدأوا يخشوا في فايت معاه علشان يقتلوه. الفكرة بقى ان سفينة الحوت اللي رايحة القارة المظلمة دي، من كتر الأحداث اللي بتحصل فيها انت متخيل جدا ان هي اصلا ممكن ما توصلش للقارة المظلمة. يعني اصلا انت عندك الفايت بتاع هيسوكا مع عصابة العناكب، كل الناس دي، غير بقى ان انت عندك حرب الخلافة اللي بتحصل مع ال 14 امير وكورابيكا في نفس السفينة. فانت متخيل كمية الاحداث اصلا اللي موجودة على السفينة دي عاملة ازاي. المهم ربنا يكرمك يا توجاشي وتكمل لنا المانجا بدل التنقيط اللي انت بتنقطه لنا وكل شوية توقف المانجا اللي بتنزل. على العموم انا اسمي فتحي سنادة، ما تنساش تعمل لي لايك